طب وفيها ايه يعني؟ واحد وبيدافع عن شرف مراته. في العلن كده، ده خلي اللي ما يعرفش يعرف. الحقيقه ان ندى مظلومه. بصراحه صعبت عليا قوي لما رحت زرتها. طب ما تيجي نزورهم يا بابا؟ انت مالك ملهوف كده ليه يالا؟ لا انا مش ملهوف ولا حاجه. هتقولي حاجه يا ماما؟ لا في يا مان، انتوا مخبيين عليا ايه؟ هنخبي عليك ايه؟ مفيش. هو حازم معجب بياسمين بنت شريف وعاوزك تروح تخطبها له. اخطب ايه؟ انت لسه ما خرجتش من البيضه يالا، ده انت لسه تاخد مصروفك مني. هي مش خطوبه يعني، هي بس نروح نتكلم عليها ولما يخشوا الجامعه نبقى نعلن الخطوبه. ايوه يا بابا، انا فاضل لي سنه وادخل الجامعه، انا بقيتش صغير. وانت شايفه ان ابنك ده يعرف يشيل مسؤوليه؟ ولا هم طمعانين فيا ولا ايه الحكايه؟ لا والله ابدا، ولا ندى ولا شريف يعرفوا حاجه عن الموضوع ده. هي الحكايه كلها ان البنت زي القمر واخلاقها عاليه، وانا بصراحه مش عايزاها تطير من ايدينا. وانا شايف انه بدري قوي على اللي انتوا بتقولوه ده. لما يبقى يفلح ويخش الجامعه يبقى حلها حلال.